سعد زغلول كان ب3 وشوش بس. اول ما حد بيجيب سيره سعد زغلول قدامك بتفتكر جمله واحده: مفيش فايده. او بتفتكر ثوره 19 اللي انت اصلا مش عارف هي قامت ليه. التاريخ اكل دماغي والله. الانجليز شايفينه متسلط وعنيد، والمصريين شايفينه زعيم الامه، فخامه والله. وهو بقى شايف نفسه فلاح مصري عادي، كل حلمه ان هو يزرع شويه قطن. اما انت بقى فشايفه ان هو مطلع عينك وقرفك في حياتك. وده الوش الرابع اللي هو نفسه وما يعرفوش. اول وش هو انه كان شبه الانجليز، بيحب يصاحب اعدائه عشان يعرف هما بيفكروا ازاي ويفكر بطريقتهم. ذكاء اهو. وكمان كان متعاون معاهم عشان يدخل الحضاره الغربيه لمصر. باشا، هل ترانا ناقصين حضاره؟ بص لي وانا بكلمك. كان بيشوف مين مصاحب الانجليز اكتر منه، لقاه مصطفى فهمي اول رئيس وزراء بعد الاحتلال. قام متجوز بنته. المصالح بتتصالح حبايب قلبي. تاني وش كان مصدره لطه حسين. سنة 1926 طه حسين نزل كتابه في الشعر الجاهلي. الكتاب ده عمل ضجة كبيرة واتهموه بالإلحاد علشان فيه آراء خطيرة فشخ. والله مفيش أخطر من إني أذاكر إن هو كان بيحب ياكل البليلة اللي عليها سكر أبيض بيدوب. ما طبيعي يدوب يا اسطى. وقال إيه بتخاف من صوت كركرة الشيشة؟ باشا إحنا مش مهتمين أصلا. المهم إن الناس عرضت الكتاب وعملت مظاهرات موجهة للبرلمان اللي رئيسه مين؟ سعد زغلول. فطلع وهدى الناس وقال لهم لو في راجل مجنون ماشي في الشارع هل ده هيغير حاجه؟ اللي عايز يشك يشك، ملناش دعوه. اللي هو انت مؤمن بحريه الراي جدا يا سعوده والله. وبعدها بشويه فصلوا طه حسين من وزاره المعارف. سعوده خطير والله. اخر وش ان هو كان بيحب السهر، واحنا صغيرين قوي على الكلام ده، ملناش دعوه. حاسه اني ناسيه حاجه. الفاينل. وكان معاكم من أوديت عادي.